السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير وتكون عندكم واحد الطاقه ايجابيه، ونوضوا شمروا على يدياتكم ووجدوا لوليداتكم هاد الحلوه. كتجي غزاله غزاله بارده وطبقات، وكتجي اقتصاديه بمكونات سهله. اي وحده غتكون عندها هاد المكونات، علاش لا من نبرعوا شويه ريوسنا ونبدلوا شويه الشهيوات. هادي كتشرب مع اتاي، تشرب مع القهوه، تكوني جالسه تحطي لك واحد شويه وغزاله، كتجي واحد اللوغو مخلط. ما صراحه غزاله. نبداو بالنسبه للمكونات. عندي ندير فيها 3 البيضات، وعندي كاس معامر ديال السنيده، عندي هذا الدقيق على حساب الخليط كيفاش غادي يجيني. عاد نقول لكم حساب ديال الدقيق، تقريبا عندي كاس ونص ديال الدقيق، لانني انا ما غاديش تكون عندي كيكه عاليه. كيكه غتجي شويه، ما هي جينواز، ما هي كيك عاليه، خاصها تجيني على القد. هذاك الشيء علاش درت 3 البيضات. ما هي الصراحه خصني ندير غير 2 بيضات على حساب المول عندي شويه كبير. على ذكر المول، انا غنخدم بهذا المول اللي كيتحل من الجنب، وكتشوفوا انا راه دهنت المول بالزبده، ودرت ورق الزبده من التحت. علاش؟ باش اللي ما يخرجش ليا الخليط من المول. ودرت البابي الومنيوم في الفرقه اللي كتكون عندنا هنايا، كتكون واحد الفرقه هنا باش ما يخرجش ليا الخليط. غير احتياط وصافي، وما هو ما كيخرج. بالنسبه للبنات اللي خافوا انهم يخرج لهم الخليط، يديروا هذه الطريقه. نكمل معاكم. مهم، عندي 3 البيضات، 3 البيضات، وكاس معمر السنيده، عندي نص كاس ديال الزيت، غادي عندي الفاني، عندي خماره وحده، وعندي شويشه الملحه، طريقه الملحه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نخدمها بساشي ديال نيدو، تقريبا غناخذ 3 المعالق تاع نيدو. عندي 3 ديال الحكاك ديال دانون مسوس. اللي عنده مولعه صغير يدير غير 2 حكاك ديال دانون مسوس. غادي ناخذ معاهم واحد 4 المعالق ديال السنيده، الحلاوه على حسب الذوق. وغادي مهم، الطبقه الثانيه عندي فيها غير هاد 3 المقادير، عندي دانون ونيدو والسنيده. والطبقه الثالثه عندي الفلون. انا دابا لقيت راسي مسالي ليا داك الفلون ديال الحجم الكبير، هو راه بحال هذا غير هو حجم كبير. كيعجبني الصراحه هذاك لوغو ديالو زوين وبلا سنيده، هو فيه السنيده. مي دابا انا خدمت بهادو متوفر حدايا، خديت جوج ديال الشوكولا، وغادي نخدم معاهم وحده نيسكافي والحليب باش غادي نخدم الفلو. الحليب تقريبا غادي ناخذ واحد كاس رابعه ديال غنخدمها ب2 كيسان ديال الحليب ان شاء الله. نبداو في المقادير، نبداو نخدموها، نتلاقاو بحول الله. في الكيك نديرو ساشيت الكاكاو. انا عندي هنا داك عندي الكاكاو المر، غادي ندير منه الصراحه كي ما كيعجبنيش فيه غير اللون وصافي. غادي نضيف منه معلقه هكا، معلقه صغيره. ديروا نتوما ديك الساشيه، الساشيه اللي كتباع ديال الكاكاو زوينه هذه، ديروا وحده كتعطي هذيك المذاق وكتعطي اللوين. هذا اللي عندي ديال العبار، ما عرفتش انا، كيعطيني غير باش زوين، كيعطي لون غامق، هادشي باش كيعجبني. اما المذاق حيت مسوس ما فيه مذاق. وغادا نضيف الفاني دابا حتى هي. الفاني في الاخر كيعطي مذاق احسن من في الاول، كتبقى شاده في الكيك. دابا غادي نضطر نضيف هذيك الساشيه ديال القهوه سريعه الذوبان، حتى هي نضيفها.
بالنسبه للناس اللي كتعجبهم القهوه، بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش القهوه غادي يديروا كيك عادي، كيك لونه ابيض بلا قهوه بلا كاكاو، يخدموه عادي. وبالنسبه الفلون غادي تخدموا بفلون ديال الكراميل، وكاين فلون ديال الفاني، كاين ديال الكابوتشينو، كاين بزاف المذاقات. ممكن تخلطوا الفلون ديال الشوكولاته مع ديال الكراميل، كيجي رائع جدا الا خلطتوهم. هنا غادي نضيف مازال شويه ديال الدقيق صافي. بالنسبه للدقيق خدا ليا كاس ونص، كاس عامر، كاس ديال العنبه ونص، تقريبا شي 12 معلقه ديال الفورس. كتجي بنينه وندلعو ريوسنا مع الصباح، تحطي لك واحد الطريف مع قهيوه، راه واحد المذاق كيكون فيها رائع ملي كتبات في الثلاجه. عندنا 3 ياغورت. بغيتو ديروا هذا بغيتو مثلا ما ديروش المسوس، راه ممكن ديروا ما ديروش المسوس، ديروا مثلا بنكهه ديال الخوخ او نكهه الفريز او نكهه المونغ، الياغورت اللي بغيتو. والكيك ديروها بيضاء، والفلون غادي تتبعوا النكهه اللي درتو في الياغورت، فهمتوني؟ درنا فلون ديال الفريز، غنديروا ياغورت تاع الفريز. درنا فلون ديال ولكن ما غديروش السكر. بالنسبه لي انا درت ياغورت مسوس، خاصني ندير السكر، واصلا انا كتعجبني والسكر ما غاديش نكثر، كيعجبني نديرها بالدانون مسوس، وحتى بالاخر راه كتجي زوينه. غير جربوها لوليداتكم، يقدروا يديوها معاهم المدرسه، دير عليهم في البواطه ويديوها. شي حاجه اللي راكم مصوباها في الدار وعارفاها شنو فيها، احسن ما غنشريو لهم كاطو من الزنقه. وراها زوينه الصراحه، مزيانه حتى شي مناسبه تحطيها هكا بارده. الصراحه كلشي زوين، خاصنا نوضو نتحركوا. المهم انا درت 3. وبالنسبه للساشيه ديال نيدو من الاحسن نديروها كامله، اصلا كامله راه تقريبا كاس مع مرج ديال حليب غبره. راني خرجتها من الفران، شفتوا راه ما خاصهاش تجيني عاليه، خاصها تجيني هانتوما راه طايبه. يعني انا راه الفوق راني ما شعلتوش عليها لانها دغيا كطيب، شعلت عليها غير الفوق تقريبا واحد
15 دقيقه صافي راها كطيب. دابا غادي نرمي ديك الطبقه البيضاء الكريمه. هاد الكريمه غنشعلوا عليها غير من الفوق، يعني العافيه خاصها تجي من الفوق ديال المول، ما تجينيش من التحت، ما نشعلوش لتحت كاع نهائيا. الغرض ديالي هو هاد الكريمه غتجمع، غتجي بحال الفرomاج. والحاجه الاساسيه هو هاد الكريمه خاصنا كاع الحاشيه نسدوها بالكريمه بحال الكولا، يعني غادي نسدو الحاشيه هي اللي مهمه، كاع الحاشيه نسدو بها الكريمه باش الطبقه اللي غنديرو من الفوق ما تخواش لينا. هاد الكريمه هي اللي غادي تحبسها. النتيجه النهائيه ما نعاود لكم كيف جات، كتجي رائعه جدا، وصراحه كتجي بحال الكاطو كلاصي الكذاب، كاطو كلاصي الكذاب. كتجي زوينه وبنينه بزاف وكتذوقوا ديك النكهه ديال القهوه، راه كتجي رائعه. كننصحكم تجربوها وفرحوا وليداتكم. انا نقطع قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وسميتو انا ملي خرجتها انا ربيتها في الثلاجه. ممكن نتوما ديروها في الصباح تاكلوها في العشيه في الكوتي مع العصير. انا صراحه ما دايره العصير لا والو، انا تشهيت ناكلها دابا مع قهوه. سميتو زينتها هنا بالشوكولا، شوكولا حكيتو، وزينت بهاد فروي المعسل ان شاء الله. بسم الله. كتجي يا سلام. هانتوما كتجي روعه. روعه يا البنات.